صباح الخير. النهاردة هنعمل حاجة جامدة جدا وهي عجة، ودي الحلقة التانية من حلقات سلسلة وجبات اقتصادية. طبعا الوجبة دي حلوة جدا كلنا بنحبها، فيلا بينا نبدأ الوصفة. اول حاجة هنحتاجها، هنجيب صينية كده ونحط فيها شوية زيت حلوين كده، ونكون مقطعين بصلتين كبار ونبدأ ان احنا ننزل بيهم ونديهم تشويحة حلوة قوي كده على النار لغاية ما هتوصل معانا لون ذهبي شوية. وطبعا مش هفكركم انكم تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. بعد ما شوحناها كده شوية هنبدأ ان احنا ننزل بالفلفل الالوان. وطبعا الفلفل الالوان ده انا بقى مفرزاه فبيبقى جاهز معايا كده، واطلعه واحطه في الوصفة على طول. وده معانا برضو فلفل رومي، قطعت كده حوالي 2، ونديهم بقى كده كلهم مع بعض تقليبة حلوة جدا. ودلوقتي هنكون مقطعين 3 حبات طماطم، وهنبدأ ان احنا ننزل بيهم برضو على الخلطة دي كده كلها مع بعضها. وفي الاخر بقى هنبدأ ان احنا ننزل بالخضرة بتاعتنا، وهي عبارة عن بقدونس وكزبرة، بنقطعهم كده برضو قطع صغيرة وننزل بيهم. نبدأ كده بقى ايه، نقلب كل ده كده مع بعضه. وطبعا اللي عايزة اقولكم ان الوصفة دي مفيدة جدا جدا، لان كمان فيها بيض والخضار ده كله، فهي مفيدة قوي. وبصراحة هي بتنفع للفطار وللغدا وللعشاء. هي بصراحة يعني وجبة انا بحبها جدا، وبحبها في اي حاجة، يعني ممكن افطر بيها، ممكن اتعشى بيها، ممكن اتغدى بيها. فهي فعلا وصفة من اهم الوصفات اللي ممكن نحطها في سلسلة وجبات اقتصادية. كده تكون مرحلة الخضار جاهزة معانا، وزي ما انتم شايفين كده خلاص تعتبر كده نص العجة خلصت. هنبدأ دلوقتي بقى في النص التاني وان احنا نحضر خلطة البيض. هنحط حوالي 6 بيضات. دلوقتي هنحتاج كوباية لبن ومعلقة من الخل. دلوقتي هنحتاج شوية بهارات، نص معلقة ملح ونص معلقة بابريكا ونص معلقة فلفل اسمر وكمون. بعد ما ندي كده المكونات دي كلها ضربة في الخلاط، هنبدأ ان احنا ننزل بكوباية من الدقيق ومعاها معلقة من البيكنج باودر. ندي المكونات كلها ضربة في الخلاط، وزي ما انتم شايفين ده السمك المناسب اللي احنا عايزينه. بعد ما خلطة البصل والخضار ده كله كده بردت خالص معانا، هنبدأ ان احنا ننزل بالبيض، وندي بقى المكونات كلها تقليبة حلوة جدا. نجيب بقى صينية تانية ونبدأ ان احنا ننزل بشوية زيت، وبعد كده هنفضي نص الكمية في الصينية دي، ونبدأ ان احنا نقسم الكمية على 2 صينية. زي ما انتم شايفين كده دلوقتي انا بفضي حوالي نص الصينية في صينية تانية، عشان هي هتبقى مكفية معانا صينيتين ان شاء الله. عايزة اقولكم انها ما بتبقاش رفيعة قوي كده، وبتبقى مناسبة جدا. وزي ما انتم شايفين كده بعد ما قطعناها طلعت معانا خطيرة جدا، وكان طعمها بجد حلو قوي قوي. الناس كلها بقى بتحب العجة للعشاء والفطار والغدا، فهي بجد مناسبة لكل الاوقات، وطعمها كان خطير وبجد
كانت حلوة جدا. بكده خلصنا تاني حلقة من سلسلة وجبات اقتصادية. اشوفكم في حلقات جديدة ان شاء الله. باي باي.